حياكم الله. نقاط القوة، يعني علي بن الشيخ، خلينا نتكلم على نقاط القوة الدفاعية في المغرب والإمارات. المغرب حقيقة عنده دفاع قوي، يدافع كما يلزم الحال، لأن بين الوسط الميدان والدفاع متقاربين، دونك يعاونوهم في الدفاع للمدافعين. هذه القوة تاعهم. عندهم الوسط الميدان المغرب يلعب فنيا في المستوى ويهاجموا بسرعة. الإمارات نفس اللعب فنيات هكذا، ولكن ما يسرعوش فيت كما يقولوا، يروحوا بالعقل كما يديروا البرازيليين، بالعقل ومن بعد باش يهاجموا. انا نظن المقابله هذه راح نشوفوا مقابله في المستوى العالي، ولكن كاينه حاجه واحده اللي حبيت نذكرها. هما شفنا المدرب تاع المغرب في التغييرات وفي التكتيك في المستوى، ولكن شفنا قالنا المدرب تاع الامارات قالنا تكتيكيا وفي التغييرات في المستوى. لماذا نتكلم على الامارات؟ لان شفت المقابله الجزائر والامارات، المدرب تاع الامارات عرف وراهم اللاعبين الجزائري اللي ينجموا يديروا له الخطر، اللي هو براهيمي وبولبينا. حط لهم اللاعبين تاعهم دي دافعين ولعبوا معاهم بخشونه باش ما يخليوش براهيمي يتحرك كاع كيما يدير ما نجمش. وهنايا تغلب تاع الامارات تغلب على ديالنا، ولكن هنا المدرب اللي راهو مقابل تاع المغرب او داكي يعرف هذا الشيء هذا. هل الامارات راح يديروا نفس اللعبه كما داروا الجزائر اللاعبين تاع المغرب، لان عندهم هجوم في المستوى وخاصه صحاب الوسط الميدان. المغرب عندهم كره هذيك سرعه وينجم اي لاعب يروى لك واحد اثنين ويروح. هنايا راح نشوفوا، انا ليا بعد هذا كاع واش قلت، راح نشوفوا هنايا المدربين هما شكون اللي راح يتغلب تكتيكيا على الاخر. عادل، لو انا قلت لك عط محاضرة للاعبين منتخب